مرحبا بالجميع. متحمس اليوم نتكلم عن موضوع قريب لقلبي. كيف ممكن للرسوم المتحركة تكون أداة قوية لتعليم الأطفال الاحترام؟ أنا كبرت في التسعينيات وشفت أفلام رسوم متحركة ما كانت بس للتسلية، لكن كانت مليانة دروس قيمة. من الأفلام اللي يمكن ناسيتها هي فيرنغالي، الغابة المطيرة الأخيرة. الفيلم ده برسوماته الجميلة وقصته المؤثرة بيعلمنا أهمية احترام الطبيعة والبيئة. مثال رائع لكيف الرسوم المتحركة ممكن تأثر على قيمنا من ونحن صغار. مش بس احترام الطبيعة. مسلسلات الرسوم المتحركة زي كيك بار والأبطال بتاخد الموضوع خطوة للأمام وبتشجع السلوكيات الإيجابية في الأطفال بشكل مباشر. في المسلسل ده الشخصيات بدر وبدران وبدرية بيواجهوا تحديات يومية، بس طاقة كيك بار هي اللي بتديهم القوة للنجاح وبتعلمهم عن العمل الجماعي والإصرار واحترام بعضهم البعض. قصص الرسوم المتحركة دي أكتر من مجرد تسلية، هي دليل لطيف للأطفال عن كيفية معاملة الآخرين بما فيهم أهلهم والناس الكبار باحترام. القصص دي بتبين إن كل تصرف وكل قرار ليه عواقب، وبتعلم الأطفال يفكروا في طريقة تعاملهم مع العالم اللي حوالينهم. الرسوم المتحركة طريقة لطيفة بس قوية لنقل الرسائل دي. بتلف الدروس في قصص ممتعة وجذابة يحبها الأطفال، فبتصير الدروس أسهل في الفهم والاستيعاب. فخلونا لما نختار رسوم متحركة لأطفالنا نشوف اللي مش بس بتسليهم لكن كمان بتعلمهم وتلهمهم. كأهل خلونا نستغل الفرصة ونشوف الرسوم المتحركة دي مع أطفالنا، نتناقش في القصص والشخصيات معاهم، نسألهم عن رأيهم وإحساسهم تجاه السلوكيات اللي في القصة. ده مش بس بيعزز الدروس لكن كمان بيقوي علاقتنا بأطفالنا. المرة الجاية لما تختاروا فيلم أو مسلسل لعيلة تشوفوا مع بعض، ليه ما تختاروش حاجة مش بس هتسليكم لكن كمان هتغرس قيم الاحترام والتفاهم؟ اختيار بسيط ممكن يكون له تأثير كبير على نوعية البالغين اللي هيبقوا عليه في المستقبل. شكراً لمتابعتكم، وخلونا نعمل تغيير إيجابي، رسمة متحركة في كل مرة.